السلام عليكم، هلا والله شباب وبنات متابعين قناة هنا وعاتي، اتمنى تكونون بخير وتشاهدون فيديو اليوم. طبعا اليوم وصلنا اخر فيديو للراقصة ام اللول قبل دخولها للسجن، لكن هذا الفيديو مختلف تماما. هذا الفيديو فيديو عفوي جدا، وهذا الفيديو صورته ويا زينب بنت الديوانية، وشنو كان كلام زينب وياها وشلون تقولها انا احبك ومن هذا الكلام. لكن اللي تفاجئنا من عنده انه بعد ما دخلت ام اللول للسجن ما شفنا اي ردمة زينب بنت الديوانية، وما شفنا انه ظهرت مقطع فيديو دافعت عنها. مع الاسف الشديد انه كانت ام اللول هي اقرب الناس لزينب، ودائما تساعدها وتخليها تسوي عمليات تجميل حتى تظهر بشكل كلش حلو. فخلونا انا وياكم نشوف الفيديو اللي هو اخر فيديو لام اللول وزينب بنت الديوانية، ونرجع مرة ثانية نعلق على الموضوع. انظف قلب بالدنيا كلها، وعلي اموت عليك اموت عليك يا بعد قلبي. يعني اني والله ما اني اسفه خاف قصرتي بشي، الله شاهد. طبعا هذا كان اخر فيديو لام اللول وزينب بنت الديوانية مثل ما شفتوا. طبعا اول مرة نشوف زينب تظهر بهذا الشكل وايضا بهذا الكلام الجميل مع الراقصة ام اللول. عادة ما نشوف زينب احنا في البثوث المباشرة، ودائما تكون متعاركة ويا الناس، وخاصة اخر فيديوهات لها واخر البثوث لها دائما مشاكل ويا وردة البغدادية. ما نعرف شنو السبب، ودائما المشاهير يصير مشاكل بيناتهم، فما حد يتمنى الخير لغيره، لذلك دائما مشاكل بين المشاهير. وايضا مثل ما شفتوا هذا الفيديو فيديو كلش حلو، فاتمنى انه نال على اعجابكم، ولا تقصرون يعني بدعمكم باللايك والاشتراك، وان شاء الله احنا باقيين ومتواصلين وننزلكم كل الاحداث اللي تصير وكل الاحداث اللي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا اكو بعض الاحداث ما نقدر ننشرها، تكون احداث جدا مركزة، فلذلك ما نقدر ننشرها لان اليوتيوب ما يسمح لنا بهذا الشيء، لكن نحاول احنا نغطي قدر الامكان من هذه الاحداث المهمة. اما الان